السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسيطلات على شكل بريوات اللي تجيو رائعين احسن ما يكون. هذا الفيديو خصيصا للمبتدئات واللي ما كيصدقوا ليهمش البريوات او لا البسيطلات. ان شاء الله من هذا النهار غادي يولي عندكم هذه الوصفه معتمده سهله بسيطه وسريعه. نتمنى فيديو اليوم من الاستحسان ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم الرائعه، توضعوا جيم لا فيديو، وكذلك تشاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي. الاخوات اللي مازال ما اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. بالنسبه هنايا خديت الواحد الدجاجه اللي غسلتها جيدا ونقعتها في الملحه والحامض، خليتها ليله كامله ومن بعد قطعتها على هذا الشكل طريفات، وضعت لها التوابل. عندنا الملحه، الابزار، السكينجبير، الخرقوم، القرفه عواد، طريقه ديال القرفه اللي كتكون مطحونه. عندي هنايا كاس ديال العنبه مجوج ما بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون. غادي نشحر القطع ديالي ديال الدجاج جيدا مع الزيت والتوابل. غادي نضيف هنا قليل ديال القاقله او بسيبيسه اللي كتعطيهم واحد النكهه اللي هي رائعه جدا. وغادي نخلي الدجاج ديالي يتشحر. ومن بعد ما كيتشحر الدجاج ديالي جيدا غادي نضيف ليه هنايا القليل ديال المعدنوس وكذلك القزبور. من بعد ما كيطيب الدجاج ديالي غادي نحاول انني نحيدو من الطنجره عاد باش غادي نطيب التغميره ديالي بهذا الشكل. بالنسبه للتغميره كاين اللي كيطيبها مع الدجاج، فانا كنفضل حتى يطيب الدجاج كنحيدو وعاد كنطيب البصله ديالي. الطريقه راه هي ديك سهله وبطبيعه الحال تيجيو من اروع ما يكون. والدجاج هكذا تيجي شارب من داك البنه، وحتى البصله ديالنا ما كتجيناش بسله، كتجي هكذا بنينه، كتجي شاربه داك التوابل اللي طاب فيهم الدجاج ديالنا. بالنسبه للكميه ديال البصل فهادي نحتاج هنايا تقريبا ديال 3 كيلو. بالنسبه للدجاجه خديت 3 كيلو ديال البصله اللي قطعتها القطع اللي كتكون رقيقه بهذا الشكل. غادي نضيفها على داك المراح اللي طاب لي فيه الدجاج. ما غادي نضيف لا عطريه لا الماء، غادي نخليها فقط طيب لنا فداك الماء لان البصله راه غادي تطلق لنا الماء ديالها. من بعد غادي نغلق عليها وغادي نخليها حتى طيب البصله جيدا. في هذا الاثناء مشيت وقليت اللوز ديالي اللي بطبيعه الحال راني سخنت الماء جيدا، رقته في الماء ونزعت ليه الحشره ديالو، قليته في الزيت اللي كتكون بارده باش يجينا مقرمش. وبطبيعه الحال وضعته من بعد ما قليته وضعته هكذا في واحد الكساسه ولا واحد الشبكه باش يستقطر. من بعد ما طابت ليا البصله وحليت عليها ضفت لها هنا قليل ديال المسكه الحره وغادي نضيف لها البيض. بالنسبه للكميه البيض ديال الدجاجه و 3 كيلو ديال البصله فهذه نضيف لها 15 ديال البيض. بالنسبه هنايا البيض كيبقى على حسب الحجم، كاين هنا بعض المرات البيض اللي تيكون كبير وكاين البيض اللي تيكون صغير. المهم حنا كنمشيو مع عندنا ميزانه ما بين 15 حتى ل 18 البيضه حتى تنحس بلا الحشوه ديالي راه هي ديك عقدات بهذا الشكل. تنخليوها بطبيعه الحال تنشف لنا من الماء، وضروري ضروري ما اننا نصفيوها ونخليوها تستحضر مزيان داك الماء اللي كيبقى فيها. من بعد ما استحضرتها جيدا قطعت اللحم ديالي على هذا الشكل. كذلك راني سبق لي وطحنت اللوز ديالي مع القليل ديال القرفه، كذلك السكر سنيده والقليل من نكهه ماء الزهر. وهذا نخلط المكونات ديالي جيدا بواحد الاناء اللي تيكون كبير. انا هنا غادي نشارك معكم غير واحد الكميه اللي هي قليله او الكميه اللي هي بسيطه باش هكذا تاخذوا واحد الفكره بسرعه وما يجيكمش كذلك الفيديو طويل. غادي ناخذ هنايا الورقه. بالنسبه لهاد الورقه كما كتعرفوا حنا عندنا في المغرب راه كطيب على البخار وكتجي رائعه. بالنسبه للاخوات اللي ما كيتوفروش على الورقه فبطبيعه الحال يقدروا يستعملوا الورقه ديال الارز، ولكن يفزقوها جيدا قبل ما يستعملوها باش كتجي معهم ناجحه. خديت هنايا الورقه ديالي تنيتها على جوج ومن بعد قطعتها بواحد المقاس. خديت هنايا النصف ديال الورقه وضعت فيها واحد الكميه ديال الحشوه وهادي نحاول هكذا نقادها، تنرد عليها القليل من الورقه وهادي نحاول انني نجمعها على شكل مثلث دائما مع انني كنجمع وكنزير يدي جيدا
كنسد لها القناة اولا داك الريوس باش ما تخرجليش منهم الحشوه اثناء الطي، خصوصا اللي تيبغيوهم مقليين باش ما يتحرقوا لهمش ويطرطقوا. غادي نشارك معكم وحده اخرى. كنوضعوا واحد الكميه ديال الحشوه على الورقه ديالنا. بالنسبه هنايا الورقه دائما الجهه اللي كتكون ميدمه ورطبه هي اللي كتجي في الاسفل، والجهه اللي كتكون حرشه وكتكون خشنه شيئا ما هي اللي كتجينا لداخل، وكنوضعوا عليها الحشوه. بطبيعه الحال كنوضع واحد الكميه تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الحشوه. فهاد البريوات راهم تيجيوك تبارك الله هكذا متوسطين، ماشي كبارين وماشي صغارين، المهم تيجيو شباعين، نقدروا ناكلوا غير وحده بطبيعه الحال، راه هي ديك كتشبعنا. كنحاولوا اننا نجمعوهم جيدا، ومع انا كنجمع وكنزير يدي باش هكذا ما نخليش داك الريوس محلولين وتخرج لي منهم الحشوه اثناء الطهي بهذا الشكل. نتمنى ان الفكره تكون وصلتكم، لانها راه هي ديك الطريقه سهله جدا. غادي نشارك معكم اخر وحده، غنوليو نشوفوها من هذا الجانب. كما كتشوفوا كنوضعوا هنايا النصف ديال الورقه. غادي نوضع واحد الكميه ديال الحشوه او ما يعادل 2 معالق كبار، ما نعمروهمش كثير باش ما يطرطقوش. كذلك كنحاول انني نشكلها على شكل مثلث، وبطبيعه الحال فاش كنتنيها راه كنحاول انني تنجمع يدي وما تنخليوش الحشوه انها تخرج لنا من الجانب بهذا الشكل. نطيبهم في الفرن. بالنسبه اللي كيفضلهم مقليين، فانتم بطبيعه الحال غادي تسخنوا الزيت جيدا وغادي توضعوا البريوات ديالكم حتى يتقلاو. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني باللايك، كذلك تخليوا لي تعليقات ديالكم رائعه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال البسطيله اللي كتكون بالحجم الكبير، القياس ديال 12 الشخص بطبيعه الحال، مع جميع النصائح والاسرار للمبتدئات. نتمنى فيديو اليوم من الاعجاب ديالكم، وبصحه والراحه وشهيه طيبه.